وعنب شقيقه الله يرحمه. فطبعا هو كان فاتح مخزن، وهاني ده كان بيجمع خردة ويسلمه الخردة. فاختلف على السعر. طبعا هو اي تاجر فاتح، مش شرط الخردة بس، اي تاجر فاتح حاجة بيجمع منها، فهو بيضطر ان هو بيطلع مكسبه. انت عجبك السعر، عجبك ما عجبكش خلاص بتاخد حاجتك وتمشي. هو ده اللي احنا بنعرفه يعني. اشترى منه الخردة واختلفوا على سعر، وبالرغم ان بعد الاختلاف هو ساب له البضاعة ومشي. حصلت ما بينهم مشادة قدام المخزن، والناس سلكته تمام التمام، عشان هو بيقول له يا عم والله انا هرضيك وبتاع، واللي انت عايزه انا هديهولك. فبعد ما الناس سلكت وبتاع، قال له عشان انا مستعجل ومعايا التروسيكل وعايز اروح اوزن الخردة عشان اروح اسلمها. فالناس سلكت المشادة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الواقعة دي اللي حصلت في المنوفية، في قرية اسمها قرية إبراهيم في مركز منوف. الراجل ضيع الراجل عشان خاطر 90 جنيه، قتله علشان خاطر 90 جنيه. راجل من اللي هم يعني بيلفوا في الشوارع على التريسيكلات، دول اللي هم بايعين البيكيا اللي هو السريحة، بيلف طول النهار علشان خاطر يعني يلم اللي ربنا يرزقه بيه، والاخر بعد كده بياخد الحاجة دي ويطلع بيها على محل خردة بيشتري منه الحاجة اللي معاه بالميزان. هو واحد اسمه هاني بيلف في الشوارع، ومهم نزل عند مسعود، وهو بيتعامل دايما على طول مع مسعود ده، ومسعود بيتعامل معاه ومع غيره كتير طبعا، وكل التعامل بيكون بالايه؟ بالميزان، والحاجة بيكون ليها سعرها بيومها. يعني يلم ازايز، يلم كراتين، يلم حديد، يلم نحاس، اللي بيلم كل حاجة بتكون ليها سعر، والسعر حسب اليوم. فهو طبعا لما نزل وعشان خاطر يحاسبه، فبيقول له الحاجه دي تسوى كذا. قال له لا ازاي؟ الميزان بيقول اهو حسابك معايا 410. قال له لا، ده انا حاسبها بره ووزنها وحسابي 500 جنيه، يعني كده فاضل لي 90 جنيه. قال له ازاي يا ابني؟ ما الميزان اهو وسعر الحاجه كذا. قال له لا، انت هتديني ال 90 جنيه بتوعي ولا لا؟ وبدا يعلي صوته عليه. قال له يا عم ليه بتزعق ليه يا هاني؟ بيني وبينك ايه مش الميزان؟ لا هقول لك على حاجه يا عم، ال 90 جنيه انا هديهم لك، بس اصبر عليا عشان بحمل العربيات بره وكده، واحنا وقت فطار فاضل على الفطار ساعه ونص وشويه كده. حاضر وعناية ليك، واللي انت عايزه انا هديهولك. خلاص تمام. واتفضت المشكله بينهم، والناس كانت ملمومه وخلاص واتفضت. يجي بقى الواد اللي اسمه هاني ده يعمل ايه مع مسعود؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي حصل. وعنب شقيقه الله يرحمه. فطبعا هو كان فاتح مخزن، وهاني ده كان بيجمع خردة ويسلمه الخردة. فاختلف على السعر. طبعا هو اي تاجر فاتح، مش شرط الخردة بس، اي تاجر فاتح حاجة بيجمع منها، فهو بيضطر ان هو بيطلع مكسبه. انت عجبك السعر، عجبك ما عجبكش خلاص بتاخد حاجتك وتمشي. هو ده اللي احنا بنعرفه يعني. اشترى منه الخردة واختلفوا على سعر، وبالرغم ان بعد الاختلاف هو ساب له البضاعة ومشي. حصلت ما بينهم مشادة قدام المخزن، والناس سلكته تمام التمام، عشان هو بيقول له يا عم والله انا هرضيك وبتاع، واللي انت عايزه انا هديهولك. فبعد ما الناس سلكت وبتاع، قال له عشان انا مستعجل ومعايا التروسيكل وعايز اروح اوزن الخردة عشان اروح اسلمها. فالناس سلكت المشادة مع بعض ومشوا هاني ده يعني، انتظروا في مكان تاني. وبعد ما مشي، ومسعود هو عارف طبعا ان مسعود هيطلع بالتروسيكل. هو لا حضرتك هو مش عايز يديله خردة بثمن. هو الخردة مثلا ثمنها متقيم مثلا ب 900 جنيه. قال له انا مسلمك ميزان قد كده. قال له لا ده 990 جنيه، على 90 جنيه مش على كتير، هي 90 جنيه. ال 900 قال له ده الثمن بتاعك 900 جنيه، اللي انت سلمته 900 جنيه. يقول له لا ده 990 انا مزين لك كذا. قال له لا ميزانك اهو، الميزان بتاعك موجود، والورقه كانت بيكتبوا في ورق وبيسلموه الميزان بتاعك. يقول له لا هو انا عايز 900 يا حبيبي. طب بس روح دلوقتي، احنا ساعه احنا بنسلم وعايزين نحمل العربيه عشان نروح نوزنها ونيجي، مش وساعه قبل فطار عايزين نفطر ونخلص، وبعد كده 90 جنيه هتاخدهم. قال له لا انا عايز الفلوس. الناس شدوا مع بعضهم، فهو طبعا راح جاي ماشي. لما مشي راح يوزن، مسعود راح يوزن الخردة وهيطلع يجيب حاجه من بره بتاعته، راح مستنيه في المكان اللي هو ضربه بيه. طبعا انت لما تكون انت مش مبيت النيه للضرب، شايل خرطوش
في الطلقه و6 طلقات في جيبه. ده مبيته لنيه، نيه مبيته ان هو رايح عايز يقتله. نيه مبيته، مش هنقول ان هو كان يعني هيضربه فجاه كده شايل الخرطوش في جيبه ونيه مبيته. النيه مبيته ان هو يقتله، لانه شايل الخرطوش و6 طلقات. 6 طلقات المباحث المتحفظه عليها مشكورين مسكوه على طول. النيابه خدته على طول ساعتها على طول. مش هنقول ان هم اثروا في حاجه، ان على طول مسكوه ومسجون دلوقتي. ضربوا بالخرطوش وقت الفطار وكده. قبل الفطار الساعه 4:30 كده، 5 يعني. وزي ما سمعتوا كده حضراتكم ان هو مبيت النيه، يعني هو ماشي وراه وراجل رايح بيته مروح ماشي واخد طريق مختصر كده، بيكونوا في البلاد بياخدوا طريق مختصر كده في وسط الغيطان، ده راح ماشي وراه وراح مطلع الخرطوش وراح مديله وكان ميت في الحال. طبعا على طول الاجهزه الامنيه انتقلت لمكان الواقعه وتم القبض على اللي اسمه هاني ده، لما طبعا اهله لقوا ان هو تغيب ومش موجود وايه الحكايه ومسعود اتاخر ليه، خرجوا يدوروا عليه لقوه مرمي في الغيط، مرمي مقتول. مين اللي قتله ومين اللي عمل فيه كده؟ طبعا الناس قالت ان كان في خلاف بينه وبين واحد اسمه هاني من السريحه عشان خاطر مختلفين على 90 جنيه، ومسعود قال له انا هديهم لك، لكن هو ما صبرش. هنقول ايه بقى؟ غير لله الامر من قبل ومن بعد. تم القبض عليه واخرتك هتكون ايه بقى؟ هتكون الاعدام، هتكون عشماوي عشان خاطر 90 جنيه يا راجل، عشان خاطر 90 جنيه تموت يعني تاجر، راجل مسؤول عن بيت، مسؤول عن عيال، وراجل زيه زيك بيشقى وبيتعب عشان خاطر 90 جنيه. افرض يا عم ما خدتهمش، ما قتلوش، حكم حد، كلم حد، قول فيها ايه، عوضهم في حاجة تانية، مش للدرجة ديت كده نقف لبعض على الوحدة. هنقول ايه بس؟ غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.